أهلا غزالاتي الفنات، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم واحد القصة، اش غنقول لكم؟ والله العظيم إلا تشوكيكم، عرفتي غتصدموا، غادي تصدموا. عرفتي مولاتها منهارة مسكينة، مدمرة نفسيا. قبل ما نبداو في القصة ديالتنا، ما تنسوش معكم واحد جيم، واحد ابوني، خليو معكم كومونتير، عطيو للسيدة الرأي ديالكم في هادشي اللي كتقول لكم، ونبداو على بركة الله. صاحبة القصة كتقول بلي أنا الاسم ديالي منال. أنا واحد الإنسانة اللي تزادت في أسرة عادية جدا، أسرة مغربية، سميتو شعبية، ماشي شي أسرة غنية، وماشي مهم من الطبقة المتوسطة تقريبا. المهم قريت على راسي، ضربت تمارات، تعذبت، تمحنت، كافحت بجميع الطرق. وكان الحلم ديالي انني نخرج لبرا، نمشي للطاليان، فرنسا، المانيا، المهم شي بلاد برا والسلام. المهم ما نبقاش في المغرب. درت المستحيل باش نمشي تماكين، وما كنتش كنفكر زعما كاين راه شي واحد خاصني نتسناه حتى يجي ويتزوج بيا ويدير ليا الوراق ويديني تما عاد نقدر نحقق هاد الحلم ديالي. بالعكس خدمت على راسي، قريت البنات، طيحت سناني، خديت دبلومات، خديت ما خديت، حتى الحمد لله سهل لي الله في خدمه هزوني من هنا من المغرب، مشيت نخدم في واحد الدوله في اوروبا، بلا ما نقول لكم الاسم ديالها ولكن نتوما غتعرفوها. الدوله اللي كتدعم المثليه بواحد الطريقه جنونيه، كتدعم اللوبيات من جميع النواحي. ايوا يا البنات، مشيت تماكين، بديت ستاج، كان خاصني باش نبدا الخدمه ديالتي، خاصني ندوز ستاج لمده عامين. هذاك ستاج كنقرا النص ديال النهار، النص الاخر كيكون براتيك، يعني داكشي اللي كنقراه كنطبقه. ايوا يا البنات، كنت عايشه فوق السلك، فوق فيكيك بالفرحه. صافي الحلم ديالي تحقق، انا جيت لواحد البلاد اجنبيه عاجباني، جيت لاوروبا يا البنات. المهم كنت كنقرا، الفلوس اللي كانوا كيجيوني في واحد المنحة، حيت هذيك الخدمة كيعطوك فيها واحد المنحة في هذوك العامين، كيعطوك فين كتسكن وكيعطوك واحد المنحة كتصرف منها. انا ديك المنحة كانت مكفياني، نتوما عارفين حنا بنات المغرب كتكوني ديجا كتعرفي طيبي، كتعرفي تسلكي راسك، يعني ما كنتش كناكل في الزنقه وداكشي، يعني كانوا كيشيطوا ليا الفلوس. كنصيفط لماما، نصيفط لبابا، نصيفط لختي. المهم الحياة الوردية، اش غنقول لكم، اختكم عايشة في كوكب زمردة بالفرحة. المهم كملوا هذوك العامين، بديت في الخدمة ديال الصح الصحيح. بديت في الخدمة ديالتي، اختكم ولات كتشد ليكم واحد الصالير مقمح، واحد الصالير اش غنقول لكم، الخيال العلمي. ما كنتش كنتوقع شي نهار انني نخدم بشي صالير بحال هذاك. الخدمة ديالتي كانت فيها تمارة البنات، خدمة فيها تمارة بزاف وداك الشيء، ولكن كان فيها صالير واعر. من غير الصالير كانوا كيجيوني شي تدويرات، خلاص كاع ما تخيلوهم كاع. المهم اختكم وقعت ليها قفزه نوعيه في الحياه ديالها ملي جات لاوروبا. اختكم ولاو الفلوس كرعوز. ايوا البنات، انا ديجا كنت مدوزه البيرمي، خديت الطوانيبيله ديالي، مشيت كريت واحد سميت واحد الابارتمون زوينه في واحد البلاصه هاديه. اختكم كتمشي للخدمه، كتجي كدير سبور، كتاكل ماكله صحيه. المهم معمره الوقت ديالي بجميع الانشطه اللي ممكن تخيلوها. انا كنت واحد الانسانه اللي كندير الزيف، داخله سوق راسي، متقي الله، واخا البلاد اللي مشيت نخدم فيها البنات ما كيتحاملوش مع البنات اللي كيديروا الزيف. ملي مشيت انا وصلت تماكين، حيدت الزيف، بحكم الخدمه ديالتي حيدتو بزاز مني، ولكن غير في الفتره ديال القرايه. من بعد ما رجعت بديت خدامه وداك الشيء، يعني الفتره ديال القرايه ما كانوش قابلينه ليا، ما بغاونيش خلاونيش نديرو. من بعد ما صافي تخرجت، خديت الدبلوم ديالي وبديت في الخدمه نيشان، رجعت للبنات كندير الزيف، ولكن كنديرو على شكل بوني، بحال البوني فيها وردات الفوق داكشي. المهم شعري مغطي، كنلبس دونيات الكول ديالهم طالع حتى العنق، حتى الفوق، حتى لعند الدقن. المهم كيبان غير وجهي. الحوايج ديالي كنلبس رومي، ولكن خصكم كتلبس داكشي مستور مأنتك انيق من داكشي. انا واحد الانسانه اللي الحمد لله زوينه، عندي ملامح صغيورين، نويف صغيور، فيم صغيور، وجيه صغيور، طويله، فورمتي زوينه، مقاده الكرش ما كايناش.
المهم جبتها زين، جبتها قراية، جبتها باش ما عاد تحطيني على الجرح يبرى، جبتها شقة، جبتها كلشي. ايوا يا البنات، ضربت 6 سنين وانا خدامة في هذيك الدولة، يعني من غير داك العامين ديال السطاج اللي هي 8 سنين. يعني 8 سنين دوزتها في هذيك الدولة. كنمشي للمغرب، كنهبط، كندوز مع والديا واحد المدة، نرجع نمشي. انا من داك النوع اللي ما كنتش كنمشي غير في العطلة وصافي، العطلة الصيفية. كنت ديما فين ما كنلقى شي فرصة، خصكم كتحتي على الباكاج ديالها، ما كضربش، كضرب الفران ديالها في المغرب. شويه صايبت لماما وبابا الوريقات ديالهم وداكشي، ولاو كيمشيو عندي، كندي خوتي. المهم بديت كندير المستحيل باش اللي لقيت ليه الجهد في عائلتي نسلكو. سلكت اختي، سلكت خويا. ماما وبابا قال لك ما بغوش يجيو يسكنوا في الدوله، هما ما باغينش الغربه، قال لك يفضلوا انهم يبقاو في المغرب ولكن يمشيو ويجيو عندنا. اختي تزوجات وكانت خدامه، خويا حتى هو نفس الشيء، خدم. صايب الوريقات ديالو كلشي، تزوج بقاوريه، قاوريه كانت ملاعقه. عرفتوا الحياه ديالنا يا البنات، الحياه ديالنا سبحان الله تقلبت 190 درجه. انا كنت هي ديك المرضيه في العائله، شو بنت فلان، شو بنت فلان، شو منال شنو دارت، شو تبارك الله عليها، شو مرا ونص مشات الغربه، دات خوتها، دارت فعلت تركت، شوفوا منال، شوفوا هادي، شوف كي ولات، شو الطوموبيله اللي نزلت من الغربه كي دايره، شو لابارتمون اللي شرات هنا كي دايره، شرات الارضيه، شرات. ايوا يا البنات، واحد النهار جالسه صحه سلامه، هو يجيني صاحب دعوتي. ايوا البنات، كنت معروضه لواحد العرس ديال واحد البنت ريفيه وريفي في هذيك البلاد. العرس مغربي بيغ. عرفتوا البنات دايرين واحد العرس ما شهيتكم فيه. داكشي فيه لي فلام وبالخيل عرفتي داكشي واو، داكشي الخيال العلمي. ونقول لكم عرفتي الريفيين والريفيات كيديروا شي اعراس في الغربه راه واو. وما كينساوش ما كينساوش التقاليد، يعني كلشي كيديروا اعراس تما، اغلبيه كيديروهم بالتقاليد المغربيه، ولكن راه الريفيين ما يقدش عليهم شي واحد في الاعراس ديالهم في الغربه هذه، نديروا عليها سطر. المهم البنات، واحد العرس في اي بي، اختكم مشات لابسه مقاده، حضرت العرس، اختكم خرجات، شدت الطريق جيه، شدني النعاس. انا الطريق البلاصه اللي كاين فيها العرس والبلاصه اللي انا ساكنه فيها وخدامه فيها كانوا بعاد واحد شويه، تقريبا ما بين البلاصه اللي فيها انا والبلاصه اللي فيها العرس شي ساعه بحال هكاك، والعرس تعطل في الليل. وانا جاني نعاس عرفتي صايقه. وصلت لواحد النيفو وليت كنغمض عيني، وملي كنرجع نحل كنلقى الطوموبيل باقا غاده. المره الاولى، الثانيه، الثالثه، عرفتي شويه مع الحله حليت عيني، كتب لي جايه طوموبيل اون فاس معايا. انا خرجت من لاليون اللي خاصني نمشي فيها وليت غادا سميتو العكس. كنت غنخرج في السيد، فرانيت انا وياه حتى الطوموبيلات قاسوا بعضياتهم، حفظ الله. هو فرانا قبل ملي بنت ليه انا جيه، غير ربي اللي يستر وصافي البنات. اقسم لكم بالله ما عرفت هذيك الاكسيدون اللي كانت غتوقع كيفاش، الله اعلم. راه ما بين الطوموبيل ديالي والطوموبيل ديالو سنتيم ما بيني وبينه. صافي البنات، هبط كيغوت كيعرعر كيحاربط، انت ما كتشوفيش قدامك. المهم كيهضر باللغه ديال هذيك البلاد، كيغوت كيحربط، انت ما كتشوفيش قدامك، انت مالك، انت من هنا كنتي غدير اكسيدون، كنتي غتقتلينا، واش انت سكرانه، واش انت. المهم وصل عندي، هبطت من الطوموبيل، جا غا التقشيطه ديالي، قلت لي صافي سمح لي يا خويا، يلا غادي نكمل الجمله. وقول لي انت مغربيه، هضر بالدارجه، قال انت مغربيه تصدقتي يا بنت البلاد، كنتي غتصفيها لينا. بديت كنضحك، قلت لي حتى انت مغربي، قال لي اييه مغربي. قال لي واش تي بغيت نعرف واش تي مالك، واش مشيتي لهي، واش مريضه، وشنو واقع، كنتي غتصفيه، كنتي غادي تشرشمينا فهاد الليل هذا. قلت لي لا، قلت لي راه انا كنت خدامه عيانه وكنت مشيت لواحد العرس ديال صاحبتي، كنضطر انني نحضر ليه، وراه عييت بقيت سهرانه بزاف، وملي بديت جيه راه ما عرفتش اشنو وقع ليا. البنات اول مره غادي يوقع ليا بحال هكا، كان مولفه كنسهر، ما عرفتش داك النهار سبحان الله ربي كان مكتب ليا نتلاقى مع داك القمقوم. المهم
تعرفنا على بعضياتنا. البنات الأخ الكريم الشريف العفيف داير لكم واحد اللحية قد شطابة، والله العظيم إلا تشطبي بها. هو من ناحية الطول طويل ومعضل ومقلضم، غير الباب ما يدخلوش. من ناحية الزين عادي، جاري به العمل، ماشي شي حاجة ما زوينش بزاف وما خايبش. مهم كما أقول وأعيد: الرجل لا يعيبه إلا رجولته. نزيدكم حاجة أخرى: إلا كان كيخاف الله صافي، هذا هو المعيار ديال الرجولة، الفلوس ويكون خاف الله. وعندو الأخلاق ما كيخاف الله اوتوماتيكمون عنده الأخلاق. المهم البنات، سيد بوغوس، اختكم بقات هادره معاه الصراحه تزعط. نكذبوا اول مره غادي نشوف انسان كلاس لديك الدرجه. انا كانوا بالمحيط ديالي كانوا فيه شي وحدين كلاس قوا منه وزيان منه، والدوله اللي فيها انا راه فيها القورعه واحد ينسيك في واحد، ولكن ما بغاهمش القلب. اش غندير؟ هذا اول واحد شتو بغاو عظامي، طحت فيه طيحه العمى في الظلمه. عجبني، بقيت هادره انا وياه، قال لي خصك سيري وقفي واحد سميتو في شي بلاصه تكاي لك واحد شويه ناسي. قلت لي ما نقدرش نوقف، هاد البلاصه هنا فيها الشجر وبحال الشكل ديال الغابه وكاين الظلام وانا كنخاف. وقلت لي الصراحه ما بقيتش قادره نسوق صافي. قلت لي شدتني الدوخه، يا عرفتي شنو غديري؟ يلاه تبعيني، راه كاين واحد ستاسيون قريب هنا، غنحطو فيه الطوموبيل ديالك وغنهزك نوصلك حتى لدارك. قلت ليه لا لا لا، بلا ما تعذب راسك معايا. قلت انا غنعذبك معايا نبقى نجرجر فيك، راه ما بقاش بزاف. قال غير زيدي، قال ماشي مشكله، انت بنت البلاد وشموا فيك ريحه البلاد، وانتي هنايا في الغربه وانا في الغربه، وقال انت راك عارفه فاش كتكون في الغربه كتلاقى مع شي واحد كتعرفيه راه كتفرح. يعني من بلادك واخا ما يكونش من عائلتك ولكن من بلادك راه كتفرح ليه. المهم خونا بقى لاصق، خونا في الكرونه لصق لي في رجلي. خدكم كان عاجب الحال، ما نبداش نكذب عليكم ولا شي حاجه. هو كان الاسم ديالو كريم. قلت ليه واخا مرحبا على الراس والعين. ركب هو الطوموبيل ديالو دار، مشى تبعتو انا، وصلنا للسطاسيون، حطيت الطوموبيل ديالي صورتها. المهم ركبت معاه في الطوموبيل ديالو. البنات ضارب لكم واحد الحديده، واحد الحديده اش غنقول لكم، ما شاء الله، حتى هو باينه فيه الفلوس كروز. ركبت معاه، قال لي فين؟ قلت ليه هنا بلاصه فلانيه. طق طق طق، دخل داكشي الجي بي اس، مشينا وصلني قدام الدار ديالنا، الدار ديالي وصلت. المهم قال لي ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى. قلت ليه مرحبا. بديت غدا ويقول لي بغيتينا نتلاقاو، كي غنديرو تنتلاقاو ولا ما عطيتينيش النمره ديالك؟ فاش بغيتيني فاش بغيتيني نهضر معاك؟ قلت لي اسمح لي. المهم جبت التليفون، عطيته النمره ديالي، تبادلنا في النوامر، باي 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 باي، تصبحي على خير تصبحي على خير. مشى في حالاته. ايوا اختكم طلعت القلب عندها كيفرفر. انا ما بغاش تلمس ليا ديك الحطه اللي لابس، السروال بصاله، الشميز محنولين ليها دوك جوج صدفات من القدام، ديك اللحيه. المهم اش غنقول لكم، غير الريحه ديال الطوموبيل نزلت وبقات لاصقه فيا. السيد نقي 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 نقي، عرفتو كيشقشق من النقاوه. وي البنات مشيت نعس في حالاتي، لقيتهم صيفط لي ميساج صبحي على خير بونوي بونوي. ما علينا، اختكم ما كانش فيها الجهد ديال غد جلست تحدثت معاه، طحت الدوده نعست. الغد ليه الصباح لقيتهم صيفط لي صباح الخير الزين، كي دايره، كي صبحتي، كي بقيتي شويه، كي بقيتي من الخلعه ديال البارح. قلت لي صافا نورمال الحمد لله. قلت لي وانت كي بقيتي؟ قلت لي اسمح لي البارح كنت غنصفيها لك، وبدينا كنضحكوا مع بعضياتنا. ايوا يا البنات، خاصكم ديجا عندي اصدقاء من المغرب، من الجزائر، من تونس، من مصر. المهم الدوله اللي فيها انا غتلقاو فيها جميع الجنسيات العربيه خدامين هنا. سيرتو هاد الخمسه اللي قلت لكم هادو غتلقاوهم حجاد. المغاربه، والجزائر وتونس حاكمه لازون تماكي. ايوا يا البنات، السيد بديت انا وياه واحد الغولاسيون ديال الاصدقاء، كنهضروا مع بعضياتنا، بدينا شويه كنتلاقاو كنخرجوا نضحكوا مع بعضياتنا. تعرفت عليه، عرفت باللي هو بوحدو
في هاد الدولة هادي هنا كان غير هو بوحدو، يعني ما كاينش العائلة ديالو، هو اللي جا لهنايا وخدم وخدم خدمة زوينة، حقق المستقبل ديالو وداك الشي اللي بغا، وحتى هو كيمشي للمغرب وكيجي. ايوا المهم البنات العلاقة ديالتنا استمرت تقريبا 6 ديال الشهور، وحنايا غير اصدقاء، وعلاقتنا غادا كتطور بشويه بشويه بشويه، حتى لواحد النهار ويقول لي شوفي يا منال بغيت نجبد معك واحد الموضوع. صراحه انا تعرفت عليك ولقيتك بنت الناس ومحترمه متواضعه داخله سوق راسك. البنات في هذه المده كامله ما عمر ما جبد عليا شي كلمه ولا شي حاجه خارجه على الطريق، ولا يقول لك صيفط لي صورتك واقفه ولا عرفتي داك الشيء، ديك المواضيع عمرهم ما جبدوا معايا. وهذا الشيء اللي خلاني نزيد نتعلق به. انا كنت باغا انسان كيخاف الله، انسان اللي غيخاف الله في راسو فيا حتى انا. المهم البنات قلنا انا ناوي معاك المعقول، وشنو بان لك نزلوا المغرب في شهر 8. ديك الساعه فاش هضر معايا في هذا الموضوع كان الاخر ديال شهر 7. قلنا نزلوا في الوسط ديال شهر 8 ونمشيو زعما كنمشي عند دارنا نقولها ليهم ونجي نخطبك من داركم. قلت ليه مرحبا. اختكم بغات تفركل من الفرحه شويه شويه ونحمى شويه نتصدق. عيطت لماما قلت لها راه جاي يخطب فيا واحد السيد راه خدام في البوست كذا وكذا. قالت لي ماما قالت لي تبارك الله ما شاء الله بنيتي. قلت لها راه اش كاين اش كاين راه كاين في نفس المدينه اللي فيها انا السيد، راه اش كاين اش كاين راه جا باغي يخطبني وناوي المعقول، راه هو ساكن هنا في هذه المدينه. واخيرا قلت له انا ما كنتش متوقعه زعما غناخذ شي واحد ولد البلاد ويكون ضعيف وهذا وزعما كي داخل سوق راسو كيخاف الله. كنت خايفه زعما كاين شي واحد اللي يدير ليا شي خاويه في عامره، بحكم انني سمعت بزاف ديال القصص اللي كيتعلقوا بالعيالات اللي كيجيبوا من رجالهم من لهنايا وكتقلبوا عليهم، ولا المراه اللي كتجيب راجل لهنا وكتقلب عليها. ما كذبش عليكم كاين عندي تخوف من هاد الناحيه. ايوا يا البنات الوالده بغات تطير بالفرحه، بدات كتوجد صيفط ليها الفلوس كتوجد وداك الشيء. خوتي اتفقنا كلشي غنزلو في دقه واحده. كان مقرر انا وياه انه الخطوبه وداك ضريب العقد والعرس كامل هادشي كامل غنديروه في شهرين، يعني غنديرو كلشي مطرق مصيب مقاد. ايوا يا البنات حديت على الباكاج ديالي وهبطت للمغرب، بدينا كنوجدو. جاو العائله ديالهم، عائلته البنات كلهم منقبات، خواتاتو منقبات، الام ديالهم منقبه، عيالات خوتو كلشي لابسات الكحل، العيالات كاملين رجال كلشي كل واحد لحيته ديري منها شطابه، كلشي ملتحيين. هو الوحيد اللي زعما لحيه وكيلبس رومي، اما باه خوتو داكشي كلشي الحياه كلشي لابسين دوك فوقيات بيضين، فوقيات بيضين، فوقيات في الكحل ديال الجين. المهم حتى واحد فيهم ما لابس سروال فصاله وشوميز الا راجلي انا. ايوا يا البنات عجبني الحال، قلت اللهم لك الحمد. طحت في راجل كيخاف الله، عائلته كتخاف الله، باينه فيهم ضريفين داخلين سوق راسهم. ماما عجبوها، بابا عجبوه، خوتي كذا ومثال. العائله كامله حضروا الخطوبه ديالتي، حضرت واحد الخطوبه كبيره، كلشي حضروا كلشي عجبهم الحال. والبنات تزوجت انا وياه، درنا العرس ديالنا. العرس ديالنا ما درناش شي حاجه اللي كبيره، حفله ما بين العائله فيها عمامي عيالاتهم ولادهم خالاتي، نفس الشيء معاه هو. حتى هو جاب عماتو وخالاتو رجالهم عيالاتهم. المهم داز داكشي على حقه وطريقه زوين مقاد، كلشي داز بخير على خير. حتى لهاد اللحظه كلشي كيبان مثالي. ايوا البنات تزوجنا، هزينا صاكنا وباجاجنا وقررنا اننا نمشيو ندوزو شهر العسل سويسرا. مشينا لسويسرا دوزنا شهر العسل تما. شويه قررنا اننا ننزلو لاسبانيا، مشينا لاسبانيا، من اسبانيا مشينا لفرنسا. دوزنا واحد شهر العسل يا البنات يبقى في التاريخ. المهم تبرعت، اللي حطيت عليها ايدي شريها، اللي بغيتها ياخذها ليا، اللي حليت عليها فمي تحضر. ايوا البنات سالينا من شهر العسل ديالنا، مشينا لدارنا، رجعنا للحياه الروتينيه ديالنا. لحد هاد الساعه السيد اش غنقول لكم، راه ما يمكنش نوصفو، راه ما يمكنش المثاليه اللي فيه ما يمكنش نوصفها. مي نهزرك، مي نقولك طيبتي ولا ما طيبتيش،
طيبتي حاجه مزيانه ياكلها ويسكت، حرقتيها يقول لك حبيبه ماشي مشكل، نجيبوا الماكله من برا، ولا يلا عرفتي اش غديري، لبسي حوايجك يلا نمشيو ناكلوا برا. اللي درتيها ما كيعيب في والو، ما كيعيب فيا انا، ما يعيب في حتى شي حاجه. دخلت معطله، دخلت بكري، دخلت ما داك الغيره الزايده على الحدود، لا حكا مالك فلان معاك في الخدمه واقف معاك لا ماك واقفه معاه، داكشي كامل ما كاينش. والسيده البنات يوميا القران، الصباح يفيق يقرا قران، غادي في الطوموبيل طالق القران، يجي يبغي ينعس في الليل يصلي الصلاه ديالو في الوقت المحدد ديالها، كيصلي الفرض ويصلي النوافل، وزيد من الفوق القران ملي بغى ينعس خاصو تيختم سوره البقره. عرفتوا البنات راه شاد في الدين واحد الدرجه، واحد الدرجه. في الدار التلفازه ديما طالقه وكيتصنت للشيوخ. انا ما كانش قاداني الفرحه من جهته، كنت غنحماق. عرفتي على قبل هو زدت تشددت في اللبس ديالي، وزدت شحال من حاجه، نقصت دوك الالوان اللي كنت كنلبسهم، وليت غالبا كنلبس الحوايج كحلين داك الوان غامقه باش ما نلفتش انتباه. كنت كندير شويه الماكياج حيدته ما بقاش كنديرو، كنقول يا ربي حمدتك وشكرتك. من هنا لواحد 5 سنين ولا 6، عرفتي اش غندير؟ غادي نتقاعد انا من الخدمه، ديك الساعه غنكون اصلا انا ما كندخل منها فلوس صحيحه، نزيد واحد شويه ونتقاعد انا وياه، ونجلس في الدار واختكم دير النقاب وتقابل مع راجلها ووليداتها وبارك عليا، بارك. ايوا يا البنات، داز على هاد الحال تقريبا على الزواج ديالنا شي عام بحال هكاك. في هاد العام الولاد ما كاين شيء، علاش؟ حيت هو قال لك لا بلاتي صبري ما نولدوش دابا، قيا صبرين تعرفوا على بعضياتنا اكثر قيا ماشي قيا الصراحه ما كنامنش بديك ديال مع تزوج مع ولد، صبري واحد العام وراه نولدو. قلت لي ماشي مشكل. البنات في هاد المده ديال هاد فاش دازت هاد العام، واحد عمي انا عزيز عليا كنموت عليه كنحماق عليه له هو لولادو، عيط لي يا سلام السلام، هي شوفي بنتي راه ولدي فلان صيفطو ولدو سميتو عبد الرزاق، هاد ولدو هذا البنات يلاه نجح في الباك، وجات فيه واحد المنحة غادي يجي يقرا في نفس الدولة اللي فيها انا، وفي نفس المدينة اللي فيها انا، وفي نفس الكلية اللي قريت فيها انا. قال لي راه غادي يجي يقرا تماكن وداك الشيء، عافاك ردي ليه البال، ردي ليه البال، راه الدري ما كيعرفش، راه مسكين ما كيخرج ما كيدرج، راك عارفه انت عنده عقده نفسيه، راه عنده. المهم البنات هاد عبد الرزاق نشرح لكم الوضعيه ديالو. هاد عبد الرزاق هاد ولد عمي انا، اش غنقول لكم، النهار تزاد البنات الا شفتوه تحلفوا عليه بنت، ما عنده حتى شي معلم من معالم الرجوله، لا فورما، عرفتي ضعيف، وجهه من كثرة ما هو زوين في وجهه، والله البنات وشتوه تتحلفوا عليه تقولوا هذا باربي واقفه، هذا ماشي راجل ماشي دري، عرفتو زوين 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 زوين. وصوته الا كان هادر وكنتي عاطيه بالظهر نحلف لك باليمين تتصاحبيه بنت، ما غاديش تيقي انه الا درتي وشتي هذاك الدري واقف وهو داوي غتقولي هذه بنت، حتى كتشوفي الحوايج اللي لابسهم وداك الشيء عاد تقولي ولد. عرفتي غير صباع يديه قيو كانوا رطبين الويدات رطبين، وهو بيض 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 ديال البنات بحال الحليب، عرفتي لحمو بحال الشكل ديال الحليب، الا شفتو اللحم ديالو بحال بيبي، وزوين زوين 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 زوين. سبحان الله هذاك الولد تزاد من الديبار كيف ما كنقولوا حنا لوبيا، متزاد من كرش مو، باه ما خلى ما دار ليه باش يقصاح ضربو، ما خلى حبس عليه، ما خلى عذبو على وجه الارض، ما خلاو ما داروا ليه الضو عند جميع الاطباء كلشي كيقولوا لهم شوفوا الدري عندكم خليقه وزياده بحال هكا عندنا ما نديروا ليه. صافي عمي مسكين تقهر تقبل الوضعيه ديالو. ايوا يا البنات الدري ملي كبر شويه بداو كيبانوا فيه واحد شوي الملامح ديال راه دري شوي واحد 10%. المهم البنات هذاك الدري حنا العائله ديالتنا في البدايه ما كانوش حاملينه، ومن بعد تقبلناه حيت داك الشيء كتبوا عليه الله ماشي هو اللي اختارو.
انا قال لي يا عمي بحال هكا يعفاك ردي ليه البال وديك الدوله راه خايبه واش كاين وهاش كاين وهاش كاين. قلت ليه صافي كون هاني. المهم هاد عمي هذا حتى هو رجل متدين، وحتى هو كان حابس على هاد عبد الرزاق، حابس عليه الوقت ما كيفوتوش في الصلاة، الصلاة الدين القرآن. هادشي اللي خلانا احنا في العائلة يعني صافي نثيقوا فيه ونرتاحوا ليه، ماشي حتى واحد فينا ما يشوف فيه شي شوفة خايبة. ايوا يا البنات اختكم قارية ومتحضرة، انا داكشي كنتقبلو عادي، كنتقبلو حيت الله عز وجل اللي كتبوا عليه، ماشي هو اختار ديك الطريق. ايوا يا البنات جا الدري، ملي جا كرا في واحد البلاصه قريبه ليا انا فين ساكنه. اش وليت كندير؟ كنقول ليه جي تعشى معانا، جي فطر معانا، جي تغدى معانا، جي بات معانا هنا. هو الصراحه ما كانش كيبغي. انا كنت كنبقى لاصقاه، لا والله حتى تجي والله حتى. راجلي المره جا عندنا المره الاولى عبد الرزاق، الثانيه الثالثه الرابعه وينوض ليا راجلي قال لي نقولك واحد الكلمه، انا هاد الدري ما كنحملوش. شوفي كي داير هذاك راه لوبيا، هذاك راه ويلي نتوما عندكم في العائله واحد بحال هذا راه خاصو القصاص، هذا خاصو اللي يقتلوه، هذا خاصو اللي يذبحوه، هذا غير اللي قتلو غيكون يمشي غادي الله عز وجل يدخلو نيشان الجنه. هذا راه ماشي راجل، هذا ما نبغيش يدخل ليا انا لداري، ما نتقبلوش يدخل ليا لداري هذا. المهم البنات راجلي دار يديه ورجليه في العافيه، قال لك ما كنحملوش. جلست معاه البنات وشرحت لي قلت لي شوف راه ولد عمي غتزاد هو هكاك من الديبار هكاك. عرفتوا البنات قلت ليه عمي كان كيشد الزلاق وكيحطو فوق العافيته كيولي حمر وكيحطوا ليه على يديه، كيبقى مسكيني بكي يبكي حتى كيبغي يتسطى، وهذا الشيء كامل كيديروا ليه زعما باش يتقصح شويه ويترجل. قلت ليه داك الدري راه تعذب، غتعذب على وجه الارض، هو تخلق بحال هكاك. قلت لي انت راه حكمتي عليه من برا، ولكن قلت لي داك الولد راه الله يعمرها دار، غدا خاصو راسو الصلاه في الوقت، القران يزكي، انتي تحطيه على الجرح يبرى، راه عينيه ما كيهزهمش من الارض، وهذاك الوضع ديالو راه هو اصلا ما قابلش عليه. المهم البنات درت المستحيل باش نقنع الزوج ديالي. صافي راجلي المره الاولى الثانيه الثالثه هضرنا في الموضوع تقبل الامر شويه. قلت لي شوف، قلت لي حنا، قلت لي بالعكس راه خصنا نكونوا حنين فيه، هو مسكين جا الغربه وداك الشيء وحنا عارفين الغربه اش كتسوى. قال لي واخا لالا، عرفتي اش غديري؟ غنولي فين ما نخرج وفين ما مشيت نديه معايا ونوريه كيفاش يتعلم ويترجل، كيفاش يخرج عينيه، كيفاش يحراش لي، وانا غادي نقلب ليه هنا لا كنعرف شي اطباء ولا شنو يعاونوه انه مثلا يدوك التستوستيرون ولا شي حاجه باش تزيد توقف. قلت لي سير سيدي، هاد الخير الا درتيه ما غينساه لك حتى شي واحد في عائلتنا، لا انا لا عمي لا حتى شي واحد. ايوا يا البنات من داك النهار راجلي وولد عمي ما بقاوش كيتفرقوا، خرجوا بجوج يمشيو بجوج ديما مع بعضياتهم. انا عجبني الحال، عائلتي بدات كتكبر، ولا في لازون ديالي ناس كنعرفهم، ناس كرتاح ليهم. وليت كنشوف ولد عمي ما بقاش هذاك ديما التغوبيشه ومسكين والكآبه، ولا كيضحك ولا ناشط فرحان عجبو الحال. راجلي ولا عزيز عليه ولد عمي، ولا فين ما طابت شي حاجه عيط على عبد الرزاق، قولي لعبد الرزاق يجي ياكل، نبغيو نخرجوا يقول لي يلا نديوه معانا ما نخليوش بوحدو. شويه ولا كيقول لي عاديش بان لك نربيوه نتبنوه نربيوه، ويبدا يضحك. ويا البنات الحياه السعيده داز على هاد الشيء البنات عامين اخرى، هاد العامين الاخرى حتى هي ما ولدتش فيها، يعني كملت 3 سنين ديال الزواج وانا ما ولدتش. وليت انا وولد عمي وراجلي ما كنتفرقوش، راجلي وولد عمي ولاو اصدقاء انتيم، واخا ولد عمي صغير وراجلي انا كبر منه تقريبا بواحد 15 عام، ما بقاوش كيتفرقوا. ديما الا ما لقيتش كيفاش نوصل لراجلي كنصوني لولد عمي نلقاه معاه، ما لقيتش كيفاش نوصل لولد عمي كنصوني لراجلي نلقاه معاه. البنات واحد النهار خرجت مشيت للخدمه، وصلت للخدمه بديت اختكم شدها الوجع، شدني الوجع ديال سميتو ديال العاده الشهريه، كانت قطع كنموت. صبرت حتى عييت، صبرت حتى عييت وصافي قلت لهم ما نكملش غنمشي نرجع للدار. هزيت الطوموبيل ديالي، شديت الطريق، وصلت حطيت الطوموبيل ما دخلتهاش للكراج، حطيتها غير في الزنقه، طفيت هذا كيبان ليا الطوموبيل ديال راجلي كاينه قدام الدار،
وانا عارفه خدام، وانا فاش كنت جايه في الطريق قلت ليه واش انت في الخدمه ولا فين كاين؟ قال لي انا كاينه خدام. لا انا ما كاينش في الدار. انا ديك الساعه ما قلتش غير انا جايه للدار، ما قلت لي حتى شي حاجه. بقيت كنستغرب، قلت لك ما مشى للخدمه بلا طوموبيل؟ ما يمكنش، عارفه الخدمه ديالو بعيده. المهم البنات، وصلت، دورت لكم الساروت بشويه، دخلت كنضرب دوره في الكوزينه ما كاينش، الصالون ما كاينش، السيجور ما كاينش، ما كاين حتى شي بلاصه. كنسمع الصوت ديال الضحك الفوق، في الدار الفوق، حيت الدار كان فيها جوج طاج. ايوا البنات، كنسمع الضحك الفوق ديال الراجل والمراه، والصوت ديال المراه ما خافيش عليا، ديال البنت. عرفتوا البنات، كنحس ديك الساعه بقلبي كيتكمش وطلع عند فمي، كنقول لا، استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا جاب لي الله صافي، انا كنتوهم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم مشيت طلعت. وهي البنات، الوقفه اللي كنوقف في الباب ديال البيت النعاس ديالي، كنلقى لكم الزوج الماصون وولد عمي في واحد الوضعيه، اش غنقول لكم، راه ماشي مخله بالحياء، راه هو واحد الوضعيه كنتفكرها، كنبغي نحماق، كنبغي نتسطى. داكشي عيني عينك. عرفتي الدورة اللي شافوني وكيضحكوا وعجبهم الحال وفرحانين، الدورة اللي داروا شافوني بجوج غوتوا ربي لخلقهم، ناضو كيجريو. ولد عمي ما هضرش، سكت حتى راسو. راجلي بدا يغوت معنا، لا تعالي نقول لك، لا تعالي. انا وليت كلي كنترعد. تخيلوا ما بقيتش عارفه طريق الدروج، منين جيت الدروج ما عقلتش عليهم فين كاينين، ياك داري، ومن الصدمه ما عقلتش على الدروج فين كاينين. كنوقف وكنرجع وكنبقى كنقلب على الدروج. عرفتي هبطت كنجري، كان بكي شويه ونحماق. نيشان ركبت في الطوموبيل، شديت الطريق فين غادا الله اعلم. شنو غادي ندير الله اعلم. ديك اللقطه بين عينيا ما بغاش تحيد، ما بغاتش، وكنتف في شعري، كنتف في لحمي، كنبكي وكنغوت ربي اللي خلقني. ايوا البنات، بداو كيصوني ليا، هو كيصوني ليا ولد عمي، يصوني ويصوني ويصوني. طفيت التليفون، مشيت لواحد الخلا وجلست، بقيت كنبكي نبكي نبكي نبكي. كان اللي كيدوز كيجي عندك، ويا مالك اشنو واقع لك، اشنو؟ نتوما عارفين الكوار كيشوفوا شي واحد كيبكي وداك الشيء كيجيو عندك كيبداو يواسوفك، مالك اشنو وقع لك، اشنو؟ اش غنقول لهم؟ نقول لهم تعالوا حصلت راجلي مع ولد عمي في الفراش. اش غتقول؟ اشنو غتقولي ليهم؟ شنو غادي تقولي ليهم؟ مشيت، هزيت الطوموبيل ديالي، مشيت لواحد لوطيل، كريت فيه واحد البيت، دوزت فيه تما 7 ايام. 7 ايام وانا جالسه في داك اللوطيل، كنمشي للخدمه، كنمشي مرفوعه، ما بقيت لا كناكل لا كنشرب. ديك الخدمه شنو كندير فيها الله اعلم. وكنرجع كلشي كيسولني، اللي تلاقى معايا مالك في الخدمه كيسولوني مالك. التليفون ديما طافيه ديما طافيه ديما طافيه. كنخرج كنشوف الاخ كريم واقف كيتسناني، كندوز من حداه ما كنجاوبوش. اش غديري تقولي حقا نمشي ندعيه نعيط ليه على البوليس؟ ما يمكنش. عرفتي علاش؟ حيت البلاد اللي فيها حنا يقولك ماشي سوقك، من حقه، من حقه. ولا لا غتمشي تهزي انتيا دوك صاحبي هنا في المغرب غتقولي حقا نمشي نهز لهم تصاورهم ولا شنو، نمشي نديهم ليهم، نمشي نديهم للبوليس وداكشي، ينوضوا يضربوا بالخيانه الزوجيه زائد الزنا زائد ما عرفت شنو. داكشي ما كاينش عندهم هما تماكين كيقول لك من حقه ينعس مع من بغى، كيف ما بغى يكون لو بيا بنت، كيف ما بغى يكون. ما عندكش الحق انت تدخلي فيه. هذه كتسمى المنطقه الشخصيه والعلاقات الشخصيه ديالو، ما عندكش حق تدخلي فيه انت. عرفتوا البنات، بغيت نهبل. اشنو غادي ندير؟ قررت انني ما نكملش معاه، حيت ما يمكنش نكمل مع شخص بحال هذا. يقدر يجيب ليا شي مرض، يجيب ليا شي مونتيف. والكيه ديال هذاك راه ولد عمي. اشنو غنمشي نمشي عند عمي نقول له تعالى انا حصلت ولدك اللي صيفطتيه هنا قلتي لي قابليه وردي لي البال، نقول ليه لقيته هو وراجلي في الفراش؟ ايوا علم الله هادشي منين؟ راه من الضحك اللي كانوا كيضحكوا من داكشي اللي شفت انا، راه ماشي اول مره، مش المره الاولى ديالهم، يعني ديجا مولفين داكشي. اش غنقول؟ اشنو غتقولي لعمي غيطيقك؟ ما يطيقكش، واخا يكون ولدو قيس الماء غيقول لك لا.
اشنو نقولها ليه؟ تفكت طيح روح. عرفتوا البنات، ما عرفتش شنو غندير. مشيت للدار، وصلت لقيته في الدار. يا تعالي والله تا غير نشرح لك، وتعالي بغيت نقول لك واحد الكلمه. وقفت بقيت كنشوف فيه. قلت له طلق شنو بغيتي تقول؟ قال لا دابا انتي ما فهمتيش، انا راه ما غاديش نتخلى عليك، انتي عندك دور مهم في حياتي، انا ما نقدرش نتخلى عليك، انتي مرتي، بغي ندير معاك الوليدات وداك الشيء. ولكن سطروا لي عدد ولكن انا راه اكتشفت باللي عندي ميول. لاحظت باللي انني انا كنستمتع مع ولد عمك اكثر معاك انت. اذا انا عندي ميول، اذا انا ما كيعجبونيش العيالات. لقيت الراحه ديالي معاه. كنبغيه وكلشي. قال لي وما تخافيش انا ماشي غنتزوج بيه ولا شنو. صافي قال لي دابا انت كتكبري المواضيع. انا راه الراجل ديالك، غنبقى معاك، غنولد معاك وكلشي. ولكن هو راه فين ما زعما كاين، فين ما عجبني الحال راه غنمشي عنده. وحتى هو واحد النهار غيتزوج هو يدير عائلته. ولكن قال لي واش فهمتيني شنو بغيت نوصل لك؟ تخيلوا البنات، دابا بحال هذا اش غديري ليه؟ تيري فيه، تقتليه، تذبحيه، تقرضيه، تشويه، تاكليه، شنو ديري ليه؟ عرفتي ولا واقف قدامي وكنشوف فيه وكنحس غنتبوع. خليته هادر. طلعت نيشان، جمعت لي فاليز ديالي، جمعت داكشي اللي عندي غالي وداكشي. هزيت ورقيه وكلشي، قلت لي فلان غادي تطلقني من اليوم. ما كتعرفني ما كنعرفك. لا واقفين نقول لك انت غتشرشمي العائله، انت غتفركتي العائله. قال لي شوفي نقول واحد الكلمه، فاش هضر وعيا ما يعاورط وما شاف حتى شي نتيجه، هو يقول لي سيري لداركم وقولي ليهم باللي راجلي وولد عمي راهم بيناتهم غولاسيون، ونوضي صداع وشرشمي عائلتك وداكشي. هي ماك تسحبي راسك تاديني انا بشي حاجه، غير ما تادينيش. قيشتي انا ولد عمك راه عمرنا نتفارقوا، كنبغيو بعضياتنا وكنحماقوا على بعضياتنا. قي انا بغيتك وعجبتيني كلشي، قي ولكن اكتشفت بلي داكشي اللي كان من جهتك انت غير اعجاب وصافي. انت بنتي ليا المراه المثاليه اللي نقدر نولد معاها ولاد وندير معاها اسره. اما الحب الحقيقي عرفته مع ولد عمك. قي وسير شرب البحر. عرفتوا البنات واش متصورين الصدمه ديالي غير مشيت نحماق، غير مشيت نتصدق. هزيت حوايجي نيشان، مشيت الخدمه، خديت كونجي من تم المغرب. هبطت المغرب وصلت للدار، ما كناكل، ما كنشرب، ما كنهضر، غير كنبكي. ماما مسكينه ما خلات بيا حتى سبيطار، ما خلات بيا حتى شي قنت. كتقول لي غير قولي لي واش اذاك في شي حاجه. كيصوني وليه كيقول لهم انا ما عندي ما حتى شي مشكل. السيده هزت صاكها وهزت لافاليز ديالها ومشات في حالاتها. انا ما بيني وبينها حتى شي حاجه، غير سولوها قولوا درت لها شي حاجه. عرفتوا البنات بدا كيضغط عليا، ودابا عائلتي كيقولوا لي هاد السيد الله يعمرها دار وكيخاف الله وما كاينش بحالو. ايوا علاش انت باغا تفارقي معاه؟ مالو شنو داير لك؟ دابا البنات حرت، ما عرفتش شنو ندير. انا دابا دفعت الطلاق، قلت ليهم ما نبقاش معاه واخا يبقى هو فوق الارض. ودابا المصيبه حتى من عمي عباد الله كيجي وكيقول لي لا وداك الدري ظريف وتهلا فيك انت وتهلا لي في ولدي وتعامل معاكم احسن تعامل وما خصكش تخليه عليه والا تخليتي عليه غتضيعيه من يدك. البنات اش غنقول ليه؟ رغم ملي كيبدا يقول بحال راه كنتحطم، انا راه كنموت البنات، راه كنموت. عرفتوا شنو؟ تبعت على الطبيب النفساني وعاودت ليه كلشي، وقال لي سيري وخوي قلبك وقولي ليهم شنو كاين. ومع ذلك ما قدرتش البنات. الا قلت هادشي عائلتي غادا تشرشم. بابا وعمي ما كيتفرقوش، خوت لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. ودابا مؤخرا ولد عمي نزل المغرب، جا المغرب، وتخيلوا الحقاره ديالو. جا عمي لدارنا وجا معاه وجالس اون فاس معايا، كيشوف فيا بحك عيني عينك، كيشوف فيا نيشان وانا ما قادراش. بحال كيستفزني. الاخر كيهضروا معاه كيقول لي هي اللي بغات تطلق، انا ما درت ليها والو. سيروا شوفوا الله اعلم واش كتقلب على المشاكل ولا واش ولات كتبغي شي واحد اخر. وصل حتى لهاد النيفو ديال انه ولا هو كيخسر ليا انا صورتي.
وانا دابا محطوطه ما بين نارين، ما عرفتش شنو غندير البنات. اللي عارفه شي حل شي حاجه تقولي لي، حيت صافي غنحماق. راه واخا انا صافي دابا في الاجراءات الاخر ديال الطلاق، ولكن البنات راه قلبي ما بغاش يبرد. غير انا باغا ننتقم منه، هو ولد عمي، ما عرفتش كي غندير ليهم. واللي عارفه كيفاش ندير ليهم عافاكم تقول لي كيفاش ننتقم منهم. المهم البنات، وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا. كنتمنى تفيدوها بشي حاجه، عاونوها بشي حاجه. المهم انا عطيتها واحد الفكره، وكنتمنى حتى نتوما تفيدوها. لو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش واحد جيم ابوني، وكنتمنى نتلاقاو في قصه اخرى. وكنبغيكم بزاف. تهلاو لي فراسكم.